واحد بياع جرايد ماشي عمال ينادي ويقول اقرا الحادثه يا جدع، 40 حمار ضحيه يا جدع. عدى عليه واحد عايز يعرف الحادثه فاشترى الجرنان، وبعد شويه لقى الراجل بينادي 41 حمار ضحيه يا جدع. صيدلي بعت لي نكته، قلت له اضحك دلوقتي ولا بعد الاكل؟ قام عامل لي بلوك. معقوله اكون لازم اضحك على الريق؟ سائح اجنبي بيقول لي سواق تاكسي عايز اروح احسن مكان بتحبوه في بلدكم مصر، قام السواق رجعه المطار تاني وقال له هو ده. طلبت من جوزها 4000 جنيه تعمل عملية ربط معدة، اداها 30 جنيه وقال لها هاتي قفل للمطبخ. سألت جوزها حبيبي ايه الفرق بيني وبين نانسي عجرم؟ قال لها مفيش فرق، هي مرسومة وانت شخبط شخابيط. مرة واحد دخل مستشفى المجانين، لقى المجانين معلقين واحد في السقف وعمالين يلفوا حواليه. شاف واحد قاعد لوحده قال له يا ابني انت مش بتلعب معاهم ليه؟ قال له يا بيدو الناس هبل فاكرين الراجل لمبة وعمالين يلفوا حواليه. قال له يا ابني انت شكلك عاقل، قوم معايا ننزل الراجل ده. قال له لا كده هنقعد في الضلمة يروح امك. عريس بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي في البيت زي الساعه. بصيت له بغضب قال لها يعني ولا بتقدم ولا بتاخر. في اتنين كدابين قوي قاعدين قدام الاهرامات، الاول قال للتاني تعرف الهرم ده ابويا هو اللي بنيه، فالتاني قال له تعرف البحر الميت؟ قال له اه. قال له اخواتي هم اللي قتلوه. واحد محشش دخل سوبر ماركت فبيسأل الراجل بيقول له عندك مية صغيرة؟ قال له اه عندي. قال له طب خليها عندك لما تكبر. واحد محشش ماشي في الشارع لقى كنز، قال كويس فاضل الخريطة. محشش سهران في الشارع، اتصلت عليه مراته وقالت له تعالى بسرعة عيالك تعبانين لازم توديهم المستشفى. وهو راجع في الطريق شاف لوحة مكتوب عليه لا تسرع اولادك في انتظارك. قال شوفوا بنت الكلب ما خلت حد الا وقالت له. اتنين اخوات حبوا يعملوا مشروع مزرعة فراخ، حرسوا الارض دفنوا الفراخ وخلوا رصة طالعة. المهم بعد يومين الفراخ ماتت. الاول قال لاخوه الظاهر زرعنا غلط، المفروض ندفن رصهم بالارض ونخلي رجلهم طالعه. غيروا الطريقه ودفنوا الدجاج وخلوا رجلهم طالعه، ونفس الشيء الفراخ ماتت. قالوا البعض مفيش غير اننا نتصل لاخونا التالت في امريكا، اكيد هو بيعرف ايه السبب. اتصلوا لاخوه وحكوا له القصه وسالوه انت بتتوقع يكون ايه السبب؟ قال لهم السبب واضح جدا، الارض غير صالحه للزراعه يا بهايم. واحد محشش ماشي في الشارع قابل عمود نور عليه يافطه مكتوب شقه للايجار، قعد يخبط على العمود عشان حد يفتح له. واحد خلقه ده عطال اخوه الصغير. مره واحد شاور لتاكسي وقال له انا عايز اروح نادي الجزيره، فرد عليه سواق التاكسي قال له طب ما تناديها من هنا. مره واحد محشش بيقول لصاحبه امبارح جيت اسحب نفس قالوا لي مفيش رصيد. واحد غبي عايز يقتل مراته وحط لها مسدس في الاكل. مرة واحدة مستعبطة ارتبطت بواحد مستعبط، جابوا عيال مستهبلة، الأب استعبط وعمل نفسه مات، العيال استهبلوا ودفنوه. واحد محشش كان بيحلق دقنه فالتليفون رن، راح معور نفسه عشان لما يرجع يعرف هو واقف لحد فين. حكمة محشش لو في ثقة في اللي حوالينا ما كناش قفلنا باب الحمام علينا. واحد محشش قتل أبوه وأمه، القاضي حكم عليه بالإعدام. المحشش قال له يهون عليك تعدم واحد يتيم. اتنين مساطيل قاعدين مع بعض، واحد فيهم ماسك مراية وعمال يبص في المراية ويقول الشكل ده مش غريب عليا. فقام صاحبه ماسك المراية منه وبص فيه قال له يا عم ده انا. واحد دخل مكتبه لقى كتاب عنوانه كيف تحل 50% من مشاكلك، قام شاري كتابين عشان يحل 100%. واحدة قالت حبيبي، قال لها نعم. قالت له امتى البس الابيض؟ قال لها الاعمار بيد الله. حمار وحشي وحمار عادي دخلوا سباق، اول ما السباق اشتغل الحمار الوحشي جرى والحمار العادي ما اتحركش. سالوه ما جريتش ليه؟ قال لهم مش هتحرك من مكاني الا لما تجيبوا لي ترنج زيه. واحده غبيه حبت تفرح جوزها في ليله الدخله، قالت له انا حامل. واحد غبي اتجوز وبعد 4 شهور ونص مراته خلفت ولد. الغبي سألها الولد ده جه ازاي واحنا متجوزين من 4 شهور ونص؟ قالت له انت متجوزني من امتى؟ قال لها من 4 شهور ونص. قالت له انا متجوزاك من امتى؟ قال لها 4 شهور ونص. قالت له طيب دول يبقوا 9 شهور. الغبي قال الله يخرب بيت الشيطان، تفكيري راح بعيد. بقول لك الشيطان انصدم ورجع يغني انت معلم. واحد ياباني بيقول له واحد مصري احنا وصلنا لدرجة من التطور ان احنا نقدر نصلح القمر الصناعي واحنا على الارض.
المصري قال له ياه للدرجه دي المفك طويل. واحد ضرب عيل فرفور، الفرفور قال له والله لا اوريك. راح جاب صحابه الفرافير كلهم وقالوا له شايف كل دول؟ قال له ايوه شايفهم. قال له مخصمينك. واحد راجع البيت متاخر، مراته ما رضتش تفتح له الباب، قال لها جبت معايا ورد لاجمل ست في العالم. فتحت له وقالت له فين الورد؟ قال لها وفين اجمل ست في العالم؟ المهم حاليا الاطباء عاملين اجتماع عشان يعرفوا ازاي يفصلوا بين مخه وبين الطاسه اتفاق. غبي راح يصطاد في افريقيا، ويوم لما رجع سالوه اصحابه ها عملت ايه؟ قال لهم صدت 40 حمار وحشي و60 غزال و700 نوبليز. قالوا له ايه نوبليز دي؟ اول مره نسمع عنه. قال لهم مش عارف، حاجه سودة وبتجري بسرعه ويقول نوبليز نوبليز نوبليز. الله ياخده دبح نص الافارقه. غبي شغال في صيدليه، جات له بنت قالت له انا عايزه حاجه تبيض وجهي، قال لها اذبحي خروف للضيوف. محشش سرق فرخة وراح ياكلها على البحر، مسكته الشرطة وأنكر الشرطي والريش اللي جنبه. المحشش اتورط وقال له ما سرقتهاش، هي نزلت البحر تسبح وقالت لي خلي بالك من هدومي. اتنين محششين عملوا حادثة ودخلوا في وش بعض. الأول بيقول له أنا عمال أقلب لك بالنور عشان تنتبه وأنت بتشغل المساحات ليه؟ المحشش التاني قال له أنا قصدي أسألك أدخل يمين ولا شمال؟ محشش كشف نظر وطلع نظره 6/6، قال والله لولا الدكتور لخبطني كنت جبت اكتر. محشش اتصل على الخطوط الجويه وسالهم بكام حلاقه الشعر والدقن عندكم؟ رد عليه الموظف وقال له انت متصل فين؟ الرقم غلط. رد المحشش وقال له لا غلط ولا حاجه، مش انتوا حاطين اعلان بالجريده حلق معنا بارخص الاسعار؟ محشش اتصل على شركه الاتصالات، رد عليه الموظف قال له اخدمك ازاي؟ المحشش قال له سلك التليفون عندي طويل، ممكن تسحبه من عندك شويه؟ واحد بخيل بياكل فوزده، مراته قالت له اكلني معاك، اداها واحده وبعد شويه قالت له هات كمان واحده، قال لها والله العظيم كله نفس الطعم. بنت فوق عينيها شامه، شافها محشش قال لها هي عين ولا غين؟ محشش حرك مزهريه في متحف وانكسرت، المسؤول جاله يجري قال له الله يخرب بيتك دي من القرن ال18. المحشش قال له خوفتني احسبها جديده. محشش قطع راس اخوه وهو نايم وقال لما يصحى من النوم هيموت من الضحك. مره واحد بيقول لصاحبه انا اول عيد زواج ليا وديت مراتي رحله في اليابان، رد عليه وقال له امال في عيد جوازك ال20 هتوديها فين؟ قال له هروح اجيبها من هناك. مره صنايعي عطس قال هات شاي. مهندس قرر يسيب الشغل وهو ماشي قال انا مستطيل. واحد رخم نزل الشارع ما لقاش حد يرخم عليه، قام واقف قدام عمود الكهرباء وقال له عديني. مرة واحد حب ينط من الدور العاشر، لقى العمارة 5 أدوار، نط من ال5 مرتين. لو مراتك زعلتك في اي وقت ما تتكلمش معاها كتير، اقلع الشبشب او الجزمة اللي في رجلك وادخل الجامعة صلي وادعي لها بالهداية. واحد محشش معاه عربية قديمة وعايز يبيعها ومش عارف، فصاحبه قال له حط عليها علامة مرسيدس وهي تتباع على طول، هو راح عمل كده. بعد اسبوع صاحبه سأله بعت العربية ولا لا؟ قال له انت عبيط، حد يبيع عربية مرسيدس؟ محشش بيسأل محشش تتوقع الجمعة يوافق اخر الشهر؟ رد عليه لو ضغطنا عليه يمكن يوافق. واحد تايه بيسأل واحد محشش ايه اسرع طريقة اروح بيها المستشفى؟ قال له غمض عينيك وعدي الشارع. حرامي دخل بيت راجل عجوز عشان يسرقه، لقى البيت كله كباب وفيه فانوس سحري، اخد الفانوس ودعكه وقال له عايز 1,000,000 جنيه. العفريت جاب له ليمون بجنيه. صح الراجل العجوز قال له ما تتعبش نفسك، العفريت ده سمعه تقيل، بقالي 10 سنين بطلب منه يرجعني شباب يروح يجيب لي كباب. واحد بخيل راح يزور امه في المستشفى، لقى الباب مكتوب عليه ادفع، راح لافف وراجع وقال ابقى ازورها في البيت بقى لما ترجع. مرة واحد زملكاوي مراته زهقت منه قالت له هروح عند اهلي، قال لها طب اسمعي لي شويه. بخيل بيتغدى كبسه مع مراته لوحدهم، قال يا ريتنا لوحدنا. مراته قالت له صلي على النبي يا راجل ما فيش حد غيرنا، قال لها انا بكلم الفرخه. بخيل فتح محل حلويات نزل اعلان بالجريده مطلوب موظفين عندهم مرض السكر. محشش مسكوه بيزور فلوس فقال لهم اموت واعرف انتوا عرفتوا ازاي؟ قالوا له يا حمار هو في حد بيزور ورقه ب60 جنيه؟ مرة واحد محشش شاف الساعة واقفة راح جاب لها كرسي.
معلم اتجوز معلمه كتبوا كتابهم على السبوره. محشش بيقول لصاحبه عاوزين ندوق مرارة الغربة، الواحد جاله السكر من حلاوة الوطن. دكتورة صيدلانية بتتخانق مع جارتها، قالت لها تفوق عليكي 3 مرات بعد الأكل. مرة واحد محشش واقف قدام التلاجة بيفتح الباب بتاعها بالراحة ويقفله تاني. جه صاحبه قال له ليه كده؟ قال له اموت واعرف مين بيطفي النور من جوه. واحد متجوز وقاعد في البيت وبيبص كتير في عقد الزواج. مراته قالت له انت بتبص في عقد الزواج ليه يا حبيبي؟ قال لها مش عارف يا حياتي، المأذون كاتب تاريخ انتهاء العقد في ايه. محشش كل ما يلمس حتة في جسمه يحس بالألم. راح عمل فحص كامل طلع صباعه هو اللي مكسور. محشش طلق مراته واختلفوا مين ياخد الولد. راحوا المحكمة، الزوجة قالت يا شيخ انا من حق اخد الولد لان انا تعبت وانا اللي حملت في بطن 9 اشهر وانا. الشيخ قال للمحشش ها ايه رأيك؟ المحشش قال له بكل ثقة بالمنطق يا شيخ، انت لو حطيت 5 جنيه في مكنة البيبسي ونزلت البيبسي مين ياخد البيبسي، انت ولا المكنة؟ مسطول ركب تاكسي، السواق نزل عشان يجيب سجاير، فراح المسطول خلع الفتيس من العربية، فلما رجع السواق قال له انت خلعتها ليه؟ قال له شفتك عمال تلخلخ فيها قلت لما اشيلها لك عشان تعبان. واحد محشش شاف امه مولعه النار فيه، قال لها والله منوره يا حاج. مرة واحد محشش وصلته فاتورة المية ب7000 جنيه، رن على وزارة المياه وقال لهم هو ايه يا جدعان؟ هو المطر السنة دي على حسابي؟ واحد محشش اتأخر على الشغل، سأل المدير انت ليه اتأخرت النهاردة؟ قال له حلمت ان عندي ضيوف واتكسفت اقوم من النوم واخليهم. محشش راح المحكمة، القاضي بيسأله انت متجوز مين؟ قال له متجوز واحدة ست. القاضي قال له انت بتهرج؟ هو في حد بيتجوز واحد راجل؟ قال له ايوه اختي متجوزة راجل. ست بتقول للدكتور طمني يا دكتور جوزي ماله؟ قال لها مش هكدب عليك يا مدام جوزك مش عاجبني. قالت له ولا عاجبني انا كمان يا دكتور، بس اعمل ايه العيال بيحبوه. مرة ظابط حب يفسح ولاده خدهم مسرح الجريمة. مرة واحد وحش قوي اتجوز واحدة وحشة قوي خلفوا عيل رموه. مرة واحد اسمه امير عطس راح لازق في الحيطة. واحد سكران مروح اخر الليل، جه يفتح الباب بالمفتاح ما لقاش الخرم، جه ابوه من الشباك قال له ارمي لك المفتاح. المحشش قال له لا المفتاح معايا ارمي لي خرم الباب. سأله محشش ازاي تتمنى مراتك؟ قال لهم اتمناها نفس القمر. قالوا يعني تتمناها حلوه وهادي؟ قال لا اتمناها تكون عندي بالليل وتختفي بالنهار. محشش اشترى سماعات رجعهم تاني يوم، قال له انت رجعتهم ليه؟ قال له الاتنين فيهم نفس الاغنيه. محشش اتصل على عمه وقال له يا عمي انا مش عايز بنتك انا عايز ارجعها. عمه قال له طب والفاتحه اللي قريناها يا ابني؟ المحشش قال له انا كدبت عليك انا اصلا قريت سوره الكافرون. ظابط بيسأل محشش انت ساكن فين؟ قال له مع اخويا. قال له واخوك ساكن فين؟ قال له معايا. الظابط اتعصب وقال له يا حمار انت واخوك ساكنين فين؟ قال له مع بعض. محشش مصري راح الكويت، رجع وسألوه ايه اغرب حاجة شفتها في الكويت؟ قال لهم يا اخي عندهم اسماء انبياء غريبة، مثلا نبي نقعد، نبي نشرب، نبي نسولف، نبي ناكل. واحد مسطول راح المكتبة العامة وخد كتاب وقعد يقراه من اوله لاخره، وبعدين راح اداه لامين المكتبة وقال له الكتاب ده فيه شخصيات كتير بس ما فهمتش موضوعه. امين المكتبة قال له حط دفتر التليفونات واطلع بره بقالنا 4 ساعات بندور عليه. واحد غبي ركب تاكسي وخلى مراته تركب قدام عشان السواق ما يبصش عليها في المراية. واحد راح للدكتور فبيسأله انت عندك ايه؟ قال له عندي عيلين وخروف. فار محشش قال كل القطط تحت جزمتي، بص وراه لقى قط اسود قال الا ابو سمرة حبيبي. واحد مسطول كل ما يجي ويشنقوه الحبل ينقطع، بص للسجان وهو متغاظ وقال له هو احنا جايين ننشنق ولا جايين نلعب؟ طفل صغير كل يوم يروح البنك ويحط 50 جنيه في حسابه، الموظفين استغربوا فراحوا للمدير وقالوا له على الولد، فالمدير قال لهم لو جه تاني البنك نادوه ده اكيد غني ولازم نستفيد منه ونكسب اكتر. ولما جه الولد الصغير دخل المدير قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له انا ما بشتغلش. المدير قال له امال انت بتجيب الفلوس دي كلها كل يوم من ايه؟ الواد قال له انا بتحدى الناس وراهنهم والرهان ب 50 جنيه وكل يوم بكسب. المدير قال له كذاب
قول الحق، بتجيب الفلوس دي منين؟ الواد قال له خلاص تراهن على 50 جنيه ان ابوس عيني. المدير قال له اراهنك. قام الواد خلع اللينسز من عينيه وبس ورجعها تاني، والمدير خسر الرهان واداله 50 جنيه. الواد روح وتاني يوم نادى المدير قال له انا عايز فلوسي ياض. الواد قال له خلاص انا هراهنك، اذا انت فزت هديك 3 اضعاف فلوسك، واذا خسرت مش عايز منك حاجه، موافق؟ المدير قال له موافق. الواد قال شاهدين يا جماعه، وكان واقف 10 موظفين. الواد قال له تتحداني ان الام لابسك الداخليه ازرق؟ المدير فرح وقال له لا مش ازرق. الواد قال له لا ازرق. المدير قال له لا والله مش ازرق. الواد قال للمدير اثبت لي انه مش ازرق. راح المدير قلع البنطلون، الولد اداله 150 جنيه. المدير قال له دي اول مره تخسر فيها الرهان. الواد قال له ما انا مراهن ال10 موظفين دول اني اقلعك البنطلون. واحد غبي بيلعب بالقنبله وبيحدفها من الايد اليمين للايد الشمال، فجي واحد تاني بيقول له خلي بالك لا تنفجر فيك، فرد عليه ما تخافش يا عم انا معايا واحده تانيه. واحدة بتقول لجوزها شايف الراجل اللي بيرقص هناك ده؟ قال لها ايوه شايفه. قالت له ده من 5 سنين اتقدم لي ورفضته. قال لها ما شاء الله، ولحد دلوقتي لسه بيحتفل. واحدة بتقول لحماتها مش قاهرني غير جوزي، مسافر على ألمانيا يتعالج وكل شوية يقول لي ابعتيلي صورتك، مع إن الممرضات هناك كل واحدة أحلى من التانية. ردت حماتها وقالت لها ما يمكن عايز يفرجهم على سبب المرض. واحد منوفي قال لولاده اللي مش هيتعشى هديله 20 جنيه. العيال فرحت وخدت الفلوس وناموا، أبوهم سرق الفلوس وهم نايمين. وتاني يوم الصبح قال لهم اللي ضيع فلوسه ملوش فطار عندي. واحد احول سايق عربيه، فصاحبه بيقول له خلي بالك من العمود، قال له ما تخافش هدخل من بينهم. بنت غبيه ابوها بيقول لها مبروك جالك اخ، قالت له بذمتك؟ قال لها والله جالك اخ. قالت له طب ما تقولش لامي خليها مفاجاه. واحد ماشي على البحر في قريه اهلها اغبياء قوي عمالين يهتفوا بطل يا هريدي بطل يا هريدي. سالهم انتوا بتهتفوا ليه؟ قالوا له احنا في مسابقه وهريدي احسن واحد يغطس فيه. قال لهم ليه هو غطس قد ايه؟ قالوا له غطس من 3 ايام ولسه ما طلعش. واحد محشش راح يتجوز، ابو العروسه قال له انا عايز مهر 50,000 جنيه. قال له ليه يا عمي؟ ده انا قدامي واحده ب5000 جنيه وحامل. واحده بتقول لي جوزها تصدق انا لسه بحلم بيوم جوازنا؟ قال لها هي لسه الكوابيس دي بتجيلك؟ واحد محشش قالوا له ايه رايك؟ يموت ابوك وتورثه؟ قال لا. قالوا له امال انت عايز ايه؟ قال لهم اول حاجه تضربوا عربيه واخد الديه وبعدين اورثه. محشش شغال على عربيه نقل الموتى، شاف واحده حلوه في الشارع قال لها تركبي معايا؟ قالت له لا. قال لها براحتك الناس تموت عشان تركب معايا. 2 محششين مشوا تحت جسر، لقوا بيضه تحت الجسر، واحد يقول له دي بيضه صقر والتاني يقول له لا دي بيضه نسر، وقاموا يضربوا في بعض. عدى عليهم واحد محشش تالت يفصل بينهم، سالوه دي بيضه نسر ولا صقر؟ قال لهم لقيتوها فين؟ قالوا له تحت الجسر. قال لهم خلاص يبقى بيضه جسر. ظابط اتجوز مدرسه خلفه سلاح التلميذ. محامي رفع دعوه امام القضاء وقعت عليه. مدرس كمبيوتر اتجوز مهندسه كمبيوتر عاشوا في تبات ولبات. واحد بخيل اتجوز موظفة، قال لها نتفق الاول مصروفات البيت عليا والايجار عليكي انت. بعد 20 ثانية مات البخيل، اكتشفت مراته ان البيت باسمه وكان بيصرف عليها من ايجار البيت. واحد عصبي اتجوز واحده عصبيه، لما جت تولد الدكتور جه ينزل الولد قال له اوعى يا عم كده انا نازل لوحدي. 2 كدابين قوي قاعدين مع بعض، واحد بيقول للتاني وانا ماشي في الشارع طلع لي اسد وكان في ايدي كوبايه ميه رميتها عليه وطلع يجري. التاني قال له صح، وانا جاي قابلني الاسد ده ضربته بالقلم ايدي اتبلت. عروسه رفيعه قوي امها لفتها في ورق جرايد عشان تبان قلبوزه قدام العريس. في ليله الدخله العريس قعد يفتح في الجرايد وفي الاخر زهق، فاتصل بام العروسه وسالها هي العروسه صفحه كام؟ منوفي لقى طفل شرقاوي ماسك 10 جنيه وقاعد يعيط. قال له مالك يا ابني بتعيط ليه؟ قال له ابويا اداني 10 جنيه وقال لي روح هات فطار ليك انت وامك والحمار وحبوب ذره للفراخ. المنوفي خد الواد وراح على السوق اشترى له بطيخه ب5 جنيه وقال له افطر بيها انت وامك وادي القشر للحمار واللب للفراخ ورجع 5 جنيه لابوك وقول له المنوفي بيقول لك بطل الاسراف اللي انت فيه ده. طفل بيسأل امه نفترض انك ما اتجوزتيش ابويا ولا ولدتيني وشفتيني عند ناس هتعرفيني؟ الطفل ده رضع مخدرات ملناش دعوه بيه.
محشش بيوصي مراته ان هو رايح الجيش ولو مات ما تتجوزش غير صالح ابن عمه. قالت له كل الحب ده منك لصالح؟ قال لا والله، غشني مره بعربيه وعايز اردها له. عجوز مش عارف يسحب فلوس من مكنة الصراف الآلي، فطلب من واحد يسحب له. قال له الراجل يا حاج الناس طلعت القمر وانت مش عارف تسحب فلوس؟ العجوز قال له ليه ما غرتش معاه؟ واحد بتاع انابيب بيقول لامه ادعي لي، قالت له ربنا يفتحها في وشك، راحت الانبوبه فرقعت في وشه. محشش بيقول لصاحبه تعالى نركب اتوبيس، راح صاحبه قال له لا تعالى نجري جنبه ونوفر الجنيه. صاحبه قال له طب تعالى نجري جنب التاكسي ونوفر 10 جنيه. مسطول حلق دقنه وراح رايح لصاحبه قال له انت مين؟ انا ما اعرفكش. اهبل واحول بيقلوا طعميه، الاحول يرمي الطعميه بره الزيت والاهبل بيعمل تيش. مره واحد محشش كان بيدق مسمار في الحيطه، فالمسمار وقع منه، فقال له تعالي ما جاش، تعالي ما جاش، فراح رمى عليه شويه مسامير وقال لهم هاتوه. واحد بخيل قاعد زعلان، مراته بتقول له مالك يا راجل؟ قال لها الصيدليه عامله خصم ومحدش فينا عيان. وزير الصحه راح يزور مستشفى الامراض العقليه، سأل المدير انتوا ازاي بتفرقوا بين العاقل والمجنون؟ المدير قال له بسيطه، نملى البانيو بالميه ونحط قدام المريض معلقه وفنجان وسطل ونقول له فرغ البانيو من الميه ونشوف هيختار ايه عشان يفرغ البانيو. الوزير قال له اكيد العاقل بيختار السطل. المدير قال له لا طبعا، العاقل يرفع سدادة البانيو. المدير قال له وزير الصحة ايه تحب نختار لك غرفة خاصة ولا تقعد مع الشباب في العمومي؟ سأل واحد بخيل قوي تعمل ايه لو الدنيا برد؟ قال اروح جنب الدفاية. قالوا لو الدنيا بردت اكتر؟ قال اقرب من الدفاية اكتر. قالوا لو بردت اكتر؟ قال لهم الزق في الدفاية. قالوا طب لو نزل تلج؟ قال لهم اشغل الدفاية بقى وامري لله. واحد غبي سألوه انت ليه مش حافظ رقمك؟ قال لهم هو في سبب يخليني اتصل على نفسي؟ سألوا مجنون ليه العرب ما بيعرفوش يحطوا الراجل المناسب في المكان المناسب؟ قال لهم شعب ما بيعرفش يحط القمامة في المكان المناسب، هيحط ازاي الشخص المناسب في المكان المناسب؟ واحد غبي خبطته عربية وخد تعويض 50,000، راح واقف قدام القطر وقال له خش يا ابو الملايين. محشش بيغسل عربيته، سألوه ليه بديت من اللوحة؟ قال لهم مرة غسلت العربية من السقف ولما وصلت للوحة اكتشفت انها مش عربيتي. مرة واحد راح يخطب واحدة، ابو البنت قال له بس البنت لسه بتدرس، قال له خلاص اجيلها في الفسحة. عصابة خطفت ابن واحد بخيل، اتصلوا الخاطفين بأبوه وقالوا له ابنك عندنا هات 20,000 دولار عشان نرجع لك ابنك. قال لهم بتأكلوه؟ قالوا له أيوه. قال لهم بتدوا له مية؟ قالوا له أيوه. قال لهم بتخلوه ينام؟ قالوا أيوه. قال لهم خلاص تعالوا خدوا باقي العيال. واحد سكران وقع من الدور الثالث، الناس اتلمت حواليه وبيسألوه في ايه؟ قال لهم معرفش والله انا لسه نازل دلوقتي. بنت اسمها هالة حطت كونسيلر اختفت. اخطبوط بيعيط في الميه، قالوا له مالك بتعيط ليه؟ قال لهم مش عارف ايدي من رجلي. مره كيس مكرونه اتخانق مع مراته، قالت له وديني اندومي. مره واحد بيروح بيته كل يوم سكران، قام من النوم الصبح وقال لمراته انت يا وليه كل يوم تسيبي نور الحمام منور؟ مراته ردت عليه قالت له تنيل انت اللي كل يوم بتخش التلاجة. واحد بخيل وقف عربية، فالعربية وقفت بعده بشوية فرجع له بظهره، قال له الشوية اللي انت رجعتهم بظهرك دول هتحاسبنا عليهم؟ السواق قال له لا. قال له خلاص وديني القاهرة بظهرك. مرة واحد مسكته الكهرباء، قال لها مشانة. محشش بيعاكس بنت سمرة، قال لها يا احلى كابتشينو شفته في حياتي. قالت له تفو عليك، قال لها يا عمري وكمان برغوة. 3 محششين مسكهم شرطي، قعدوا يتحايلوا عليه يسيبهم، وبعدين الشرطي حس ان هم سكرانين. الشرطي قال لهم هسألكم سؤال واللي يجاوب صح هيروح. سأل الاول مين اللي فاز بمباراة برشلونة وريال مدريد؟ واحد قال برشلونة، قال له روح. سأل التاني مين اللي انتصر في معركة بدر بين المسلمين والكفار؟ واحد قال المسلمين، قال له روح. سأل التالت وانت فهمت ايه من الاسئلة؟ قال له برشلونة والمسلمين على النهائي. واحد محشش جت عربية الزبالة لحد باب بيته وسألوه عندكم زبالة؟ قال لهم لحظة. دخل سأل مراته عندنا زبالة؟ قالت له أيوة. رجع لهم قال لهم تسلموا يا شباب عندنا.
محشش قالوا له في الصين كل دقيقة يتولد واحد. قال لهم يخرب بيت ابو التطور، ليه احنا عندنا كل 9 شهور. واحدة بتسأل بنتها هو جوزك فين مش شايفاه يعني؟ قالت لها في الجنينة، اصل احنا اتخانقنا امبارح. قالت لها بس انا ما شفتوش وانا داخله. البنت قالت لها ما هو لازم تحفري. محشش مسحور راح لدجال. الدجال قال له علاجك عندي، بس هات لي نملة عرة ونحلة حامل وديك يتيم. المحشش قال له ايه رأيك اجيب لك ضفدعة بغمستين؟ واحد محشش بيقول رحنا نخطب لاخويا من القرية اللي جنبنا، طلبوا مننا 2 مليون. بيقول لك من الصدمة روحنا ونسينا عندهم. 4 محششين راكبين عربية، نزلوا منها يجيبوا حاجات وبعدين رجعوا ركبوا العربية تاني واتلخبطوا في الأماكن وركب السواق ورا. قام السواق قال لهم اللي شال الدركسيون يرجعوا تاني. 2 محششين في المدرسة ادوهم استدعاء ولي أمر ومكتوب على الظرف إلى ولي الطالب فلان ابن فلان المحترم. المحشش الأول قال لصاحبه تصدق أنا أول مرة أعرف إن عيلتنا المحترم. والمحشش التاني قال له وأنا لسه عارف إن أنا وأنت من نفس العيلة. وقام حضنوا بعض وقعدوا يعيطوا. واحد بيقول لمراته يا ولية هو مش انا فارس احلامي؟ قالت له انت فارسني انا شخصيا، مش هتفرس احلامي. محشش وسكران بيتحدوا بعض في الكيد. المحشش بيقول في يوم من الايام وانا راكب الطياره وقفت نزلنا زقناها. السكران قال له اقسم بالله شفتكم. مدرس في مدرسه كلها اغبياء والطلاب مدوخينه ما بيفهموش خالص. اخر الحصه رفع طالب ايده بيسال، المدرس فرح وقال له اتفضل. الطالب استاذ انت بتشتغل ايه؟ محشش راح لدكتور نفساني، قال له بتجيني حالة غريبة، اكلم الناس بس ما اشوفهمش. سأله الدكتور بتجيلك الحالة امتى؟ قال له لما اتكلم في التليفون. محشش مات ابوه وعمال يعيط، جاله تليفونه بعد ما خلص قعد يعيط اكتر. سألوه في ايه؟ قال لهم اختي بتقول ابوها مات. واحد بيقول لصاحبه من كتر الافراح الايام دي بقيت اشك ان في تخفيضات. واحد كريم قوي اشتغل طيار فصلوه من تاني يوم. ليه؟ عشان حالف انه ينزل كل واحد عند بيته. محشش مريض بالمستشفى ركبوا له محلول، قعد يفتح عينيه ويغمضها. سألوه ليه؟ قال لهم جاري الشحن. في واحد يهودي باع بير ميه لواحد بخيل، فالبخيل راح يعبوا ميه من البير. اليهودي شافه وحب ينصب عليه، قال له انا بعت لك البير بس ما بعتلكش الميه اللي فيه، لو عايز الميه لازم تدفع حق الميه. البخيل قال له يا اخي انا كنت جاي لك لنفس الموضوع، انت بعت لي البير وسبت فيه الميه، يا تاخد البير يا تشيل الميه وتفضيه يا تدفع ايجار البير. بيقول لك اليهودي مات مشلول. واحد رخم جدا دخل السينما ملقاش فيها غير واحد، قعد وراه وقال له لو سمحت راسك عشان مش شايف. مرة واحد محشش بيوقف تاكسي فسأله فاضي يا اسطى؟ فقال له الاسطى ايوه فاضي. فقال له المحشش طب ما تيجي تقعد معايا شوية. واحد راح يخطب بنت طويلة، ابوها قال له مهرها 1.5 مليون. رد عليه قال له صلي على النبي يا عمي، ليه حسبت المتر على كام؟ واحد غبي راح يزور صاحبه في المستشفى، دخل عليه لقاهم مركبين له الاكسجين. رجع للبيت امه سالته صاحبك عامل ايه؟ قال لها الحمد لله بس حولوه غاز. محشش في الحمام عمال ينادي لمراته ويقول لها فين الشامبو؟ ردت عليه قالت له جنبك على الرف يا احول. قال لها يا عبيطه ده مكتوب عليه للشعر الجاف، انا شعري مبلول. محشش سالوه ليه قتلت ابوك؟ رد عليهم قال لهم عشان كان في رحله للايتام وعايز اروح. طب وعمك قتلته ليه؟ قال لهم عشان كنت عايز ابن عمي معايا. طب وانت كنت عايز تنتحر ليه؟ قال لهم عشان لغوا الرحله. شخص غبي اشترى تاكسي عشان يشتغل عليه، وطول ما هو ماشي الناس يشاوروا له ويقولوا له تاكسي تاكسي، يقول لهم ايوه عارف والله انه تاكسي. واحد محشش دخل البنك قال للموظف عايز اعمل سحب 50,000 جنيه. الموظف قال له من حساب مين؟ رد عليه قال له من اي حساب مش مشكله بس بسرعه لو سمحت. محشش وقع من فوق شجره راح للدكتور. الدكتور كتب له على علاج للديدان. قال له عيب عليك يا دكتور تكتب لي علاج للديدان وانا اللي وقعت من فوق الشجره. محشش عينوه مدير مدرسي، سالوه ايه هتكون انجازاتك السنه دي؟ قال لهم هنوزع النتائج قبل الامتحان. واحده بتسال جوزها ايه الرسائل اللي على تليفونك دي؟ قال لها دي من موبينيل. قالت له موبينيل بتقول لك هنتقابل فين وامتى؟ قال لها انا مستلف وعايزين فلوسهم. واحد محشش اشترى رسيفر، راح لامه قال لها انا جبت رسيفر. قالت له جبت فلوسه منين؟ قال لها بعت التلفزيون.
مدرس رياضيات اتجوز مدرسة رياضيات، خلفوا ولد شبه منحرف وبنت دايرة على حل شعرها. مرة واحدة بتقول لي جوزها تصدق انا كل يوم بحلم بيوم جوازنا؟ قال لها هي لسه الكوابيس دي بتجيلك؟ واحد غبي بيتصل على بنت غبية جدا، المهم زهقت منه وغيرت رقمها وبعتت له رسالة من الرقم الجديد، قالت له انا غيرت رقمي وارتحت منك ومن قرفك. المشكلة مش هنا، المشكلة انه رد عليها وقال لها والله لا اجيب رقمك من تحت الارض. واحد في مقابلة شغل قالوا له انت بتعرف انجليزي ولا فرنساوي؟ قال لهم مانداي. فقال له انت تقصد ايه؟ قال له الاتنين. قالوا له طب روح وهنتصل عليك، ولحد دلوقتي مستني يتصلوا عليه. دكتور في مستشفى المجانين دخل لقى واحد معلق نفسه في السقف وعمال يقول انا لمبه انا لمبه، فلقى واحد تاني فسأله بيقول له يا ابني انت عارف انت مين وانا ابقى ايه؟ قال له انا محمد وانت الدكتور. قال له طب كويس انت حلو اهو، امال صاحبك ده ماله؟ قال له ده واحد مجنون معلق نفسه في السقف وعمال يقول انا لمبه انا لمبه. قال له طب ما نزلتوش ليه؟ قال له ما انا خفت انزله نقعد في الضلمه. 3 محششين اشتروا تلاجة وعايزين يطلعوها شقتهم في الدور العاشر، دخلوا العمارة ووصلوا الدور التاسع وتعبوا، قالوا احنا خلينا نريح شوية. واحد منهم قال لهم استنوا ريحوا شوية على ما اطلع اشوف الدور. طلع ونزل قال لهم انا عندي خبرين، الاول حلو والتاني وحش. قالوا له هات الخبر الحلو. قال لهم الخبر الحلو ان فاضل دور، والخبر الوحش ان دي مش عمارتنا اصلا. مرة واحد غبي اكل بمعلقة طويلة عشان دكتور التخسيس قال له يبعد عن الاكل. مرة 2 محششين عايزين يهربوا من السجن، فاتفقوا ان هم يقتلوا الحارس، فنزلوا وما لقوش الحارس، طلعوا تاني لحد اما الحارس يجي. طيارة فيها غبي والباقيين مجانين وعاملين ازعاج، الطيار قال للغبي حاول تسكتهم عشان اركز. بعد شوية خف الازعاج، الطيار قال للغبي انت عملت ايه؟ قال له فتحت لهم الباب يلعبوا بره. واحد اتجوز بعد شهر مراته بقت تحس بدوخة، قال اكيد حامل، راحوا عند الدكتور قال لهم لا ده انتفاخ. بعد كمان شهرين حصل معاها نفس الاعراض، راحوا عند الدكتور قال لهم ده انتفاخ. بعد كام شهر حصل معاها نفس الشيء، راح عند الدكتور قال لهم نفس الموضوع. اتعصب الراجل وطلع عقد الجواز من جيبه وقال للدكتور شوف لي مكتوب تحت اسم زوج ولا منفخ هوا. محشش اجر بيت مسكون وهو قاعد بيحشش، الجن قال اطلع اخوفه شويه. المهم الجن طلع قعد جنبه وقال له ممكن سيجاره؟ قال له اتفضل. الجن نزل متنرفز قوي ان الراجل ما خافش، راح فاتح بطنه وشايل عينه وطلع قال له ممكن سيجاره؟ قال له اتفضل. الجن جاب اخره بقى، راح شايل العمود الفقري وطالع وقال له ممكن سيجاره؟ قال له انت مش ملاحظ ان التدخين بيدمر صحتك؟ 10 صعايدة بتعلموا ربط الكرافتة، 9 ماتوا وواحد في حالة حرجة. مرة واحد بلدياتنا دخل خلاط الاسمنت طلع منه قال والله ما انا داخل الملاهي تاني. مرة 5 دخلوا كلية الهندسة، 2 طلعوا مهندسين و3 مدينة نصر. واحد قبضوا عليه سكران، خدوه للقاضي، القاضي قال له قبضوا عليك وانت سكران؟ المتهم نعم. القاضي وقالوا قبضوا عليك شايل ازازة خمرة؟ المتهم نعم. القاضي وقالوا عامل مشاكل في الشارع؟ المتهم انت بس خليك قاعد زي النسوان، قالوا وقالوا لي وقلت لهم. محشش متخانق مع مراته، اتصل عليها وقال لها انت عامله عشاء ايه؟ قالت له تبن. قال لها طب حلو اتعشي بقى ونام عشان هتاخر. واحد قاعد في المطار بيشرب خمره وقاعد يبص للطيارات من ورا الازاز، فجاله شيخ قال له انت بتشرب خمره بقالك قد ايه؟ قال له بقالي 20 سنه. الشيخ قال له انت عارف لو جمعت الفلوس ديت كان زمانك اشتريت الطياره دي. فقال له دي طيارتي. الشيخ قال له طب صب لي كاس. محشش مسافر، اتصلوا اهله وقالوا له مبروك خطبنا لك، فرح قوي وقال لهم بالله عليك ما تجوزونوش الا لما اجي. سألوا محشش تعرف ايه عن صالون النساء؟ قال لهم هو اكبر برنامج فوتوشوب بالعالم، تدخل الواحدة من دول مخلصة خدمة تطلع مشجعة روسية. واحد بيسأل واحد محشش بيقول له انت شغال ايه؟ قال له عواطلي. قال له ليه كده؟ قال له مش احسن ما اقعد من غير شغل. واحد حب يعمل مفاجأة لمراته في عيد ميلادها راح مطلقها. مرة واحد غبي ماشي في الشارع عمال يقول يا رب يا رب احط ايدي في جيبي الاقي 10 جنيه يا رب. حط ايده في جيبه لقى جيبه مخروم، رجع يدور عليها لا تكون وقعت. محشش بيسأل محشش تتوقع الجمعة يوافق اخر الشهر؟ رد عليه لو ضغطنا عليه يمكن يوافق. واحد مصري بيسأل امريكي انت بتدخن؟ قال له نو. بتشرب؟ قال له نو. طب مخدرات؟ قال له نو. المصري قال له يخرب بيت امك كافر على الفاضي.
محشش اشترى دش من ورا اهله وقال لهم انا اشتريت كلب كبير ومتوحش وخطير وحطيته على السطح، اوعى حد يطلع فوق لا ياكله. طلع اخوه المحشش الكبير يستكشف، نزل يرتجف. سالوه ها شفت الكلب؟ قال لهم لا، شفت الصحن اللي بياكل فيه. غبي مسافر مع واحد صاحبه وطول الطريق وهو عمال يقول يا ريتني جبت التلفزيون، يا ريتني جبت التلفزيون. وصل المطار صاحبه قال له يا اخي انت صدعتني، انت عايز تلفزيون تعمل بيه ايه؟ قال له ما هي الجوازات فوق ايه. واحد محشش اشترك في مسابقة من سيربح المليون، بيسألوه اسمك ايه؟ طلب رأي الجمهور. محشش دخل السينما لقى مكتوب عليها ممنوع الدخول لأقل من 18، راح جاب 17 واحد دخلوا معاه. بعد زيادة أسعار الكهرباء منوفي كتب على باب بيته ما ترنش جرس الباب، أنا بفتح الباب لوحدي كل 5 دقايق. تاجر حشيش سأل أمه طب خلنا إيه النهاردة يا حاج؟ قالت له كبسة، راح نطت من الشباك. 3 محششين كسروا باب محل دهب عشان يسرقوه، واحد شال الدهب، واحد شال الالماظ، والتاني قاعد في الدكان. صاحب المحل جاب الشرطه، فتحوا الدكان لقوا الراجل قاعد وحاطط رجل على رجل. قالوا له انت ما هربتش ليه؟ قال لهم احنا 3، واحد خد الدهب، واحد خد الالماظ، وانا خدت الدكان. واحد غبي راح عند دكتور اسنان عمل له حشوه، قعد كل يومين يرشها. واحد غبي بيغازل حبيبته، قال لها كم عمرك يا حياتي؟ قالت له 39. قال لها نفس مقاس جزمتي. واحد مسطول قاعد مع مراته بيقول لها في عندنا لبن؟ قالت له اه. في عندنا عسل؟ قالت له اه. في عندنا تمر؟ قالت له اه. قال لها طب قومي اعملي لنا بيتزا. محشش اول مره ياكل لبانه، قال والله ما انا انام غير لما اخلصها. مرة مفتاح مات، أهله ما زعلوش عليه عشان كانوا مطلعين عليه نسخة تانية. مرة ترز كان ماشي في حتة مقطوعة قام مخيطها. نكتة ماشية في الشارع تعيط، سألوها مالك؟ قالت لهم واحد ضحك عليا. مدرس لغة عربية شاف مراته في الشارع قال واو الجماعة. مدرس رياضة عمل حادثة، الدكتور قال له عندك كسور كتير، قال له وحد المقام. محشش راح للقاضي عشان يطلق مراته. القاضي قال له راجع نفسك لأنها هتاخد نص مرتبك نفقة. قال له توكل على الله، ما هي كانت بتاخده كله. واحد غبي بيقول لصاحبه المفروض انا وانت نطلع فنانين. صاحبه قال له ايه فنانين؟ صاحبه قال له فنانين ازاي؟ قال له انت فنان تشكيلي وانا فنان اشكيلة. واحد بيتهرب من مراته، اتصلت بيه وقالت له الو، عامل نفسه مش سامع يقول الو الو. قالت له احلف انك مش سامع. قال لها والله. واحدة كانت مخنوقة من حماتها قوي فبعتت لها الرسالة دي: عزيزاتي حماتي بلاش تنصحيني ازاي يا رب يا ولادي، انا عايشة مع ابنك وشايفة تربيتك. حماتها ردت عليها وربنا انت صادقة، لو كان متربي ما كانش اتجوزي. محشش لقى جده عمال ياكل جيلي، قال له انت بترتعش والجيلي بيرتعش، جننته المعلقة. محشش اشتغل بمستشفى الولادة، بعد 3 شهور عمل بحث اثبت فيه ان النساء الحوامل اكثر عرضة للولادة. محشش راجع من السفر لقى الشقة كلها صراصير، قام مغير قفل الباب. واحد بخيل اتعور جامد، عدى عليه واحد قال له اشوف لك طبيب؟ قال له لا، شوف لي حد يشتري الدم بسرعة. مدرس قال لطالب غبي ارسم اي حاجة في الصفحة. بعد شوية جه المدرس لقى الصفحة بيضة. المدرس انت رسمت ايه؟ الطالب بقرة بتاكل علف. المدرس هو فين العلف؟ الطالب اكلته البقرة. المدرس طب وفين البقرة؟ الطالب اكلت وروحت. محشش دخل امتحان العلوم وكان سؤال اذكر 4 فوائد لحليب الأم. قعد يفكر وكتب لا يحتاج إلى غالي، لا تستطيع القطط أن تسرقه، متوفر 24 ساعة. احتار في الرابعة وبعد تفكير عميق جات له فكرة وكتب محفوظ ولا يحتاج لتلاجة. حرامي دخل يسرق بيت، ولما جه يطلع شافه الولد الصغير، قال له يا تسرق كتب وشنطتي معاك ولا اصرخ وصحي الناس. واحد غبي فتح محل غاز، فجر 4 اسطوانات غاز دعاية للمحل. مرة مذيع طلع فاصل نزل مشحون. واحد غبي بيسأل واحد مسطول بيقول له هو عمرو دياب يبقى اخو محمد فؤاد؟ قال له لا يا عم ده تشابه اسماء. مدرس اتجوز مدرسة كتبوا كتابهم على السبورة.
مرة حلاق وابنه بيتفرجوا على ماتش كورة، المذيع قال وشاطها بمشط رجله جت في المقص. الولد قال لابوه بابا دول بيلعبوا في العد. واحد منوفي حماته جت تزوره فبيقول لها هتنورنا لحد امتى يا غالية يا امه الغالية؟ قالت له لحد ما تزهقوا مني. قال لها طب على الاقل اشربي حاجة. حشش حلم ان في ناس ضربته في الحلم، تاني يوم راح مجمع ولاد عمه وناموا بدري. مذيعة بتسأل مسطول تعرف مين طاهر ابو زيد؟ قال لها مش لما ابقى اعرف مين اللي طاهرني انا الاول. مرة واحد غبي جاب كبريت لمراته، قالت له مش بيولع، قال لها ازاي ده انا مجربهم عود عود وانا جاي. مرة واحدة اسمها آية دخلت تجارة بقت آية حاسبة. مرة واحد اسمه أمير عطس راح لازق في الحيطة. بنت اسمها زينة راحت حفلة علقوها. حمار اتجوز بطاطساي خلفوا بطاطس محمرة. واحد نشر في اعلانات مبوابة مطلوب زوجة، تاني يوم جاله 100 جواب فيهم نفس الرد، تاخد بتاعتي. مرة واحدة قالت لجوزها اهدى يا حبيبي كده ويرجع زي زمان، الراجل طلقها ورجع لايام العزوبية. في واحد أكل رغيف كامل قام كامل مات من الجوع. في واحد نام ساعة صحى اسورة. كل العالم منحرفين إلا أنا من حرف واحد. واحد مراته رجعت البيت متأخرة في الليل وبهدوء فتحت باب غرفة النوم، شافت 4 رجول طالعين من تحت البطانية، جابت عصا ونزلت فيهم ضرب بكل قوتها. بعد الضرب نشف ريقها من العطش، راحت المطبخ تشرب، لقت جوزها قاعد يقرا في كتاب. قال لها اهلا يا حبيبتي، امك وابوكي جوه عندنا النهارده، خليتهم يناموا في غرفتنا. قالت له احلف. مرة واحد بخيل قوي جاب تليفون جديد حطه في جيبه اللي ورا ونسى وقعد على الكرسي، راح سمع صوت حاجة بتتكسر، قال يا رب يبقى العمود الفقري ولا يكون اللي في بالي. مرة واحد ظابط حب يفسح ولاده وخدهم مسرح الجريمة. محشش اشترى جهاز الماشي، شغله وقعد يجري عليه ساعة ساعتين 3، دخلت عليهم وقالت له خلاص يا ابني لا تموت، قال لا والله ما انا نازل غير لما اشوف هيوصلني فين. واحد ماشي مع حبيبته فبتقول له قول لي كلمة تزيد دقات قلبي، قال لها اخوكي ورانا. حرامي غلس دخل يسرق البيت لقى ست عجوزة بردانة، قام مشغل على التكييف وهرب. مرة واحدة ممرضة خلفت توأم، سمت واحد فيهم عضل والتاني وليد. واحد مسطول بيسأل واحدة اسمك ايه؟ ردت عليه قالت له هنادي احمد، قال لها تنادي احمد تنادي محمد انا ما بخافش. محشش صحى من النوم قال لاخوه حلمت بمسمار دخل برجلي، اخوه قال له تستاهل عشان ما تنامش حافي تاني. واحد كسب 1,000,000 جنيه، سألته المذيعة هتعمل ايه بالمليون؟ قال لها اسدد ديوني. قالت له طب والباقي؟ قال لها الباقي يصبروا عليا شوية الدنيا مش هتطير. بخيل بياكل فستق، مراته قالت له اديني واحدة، اداها واحدة، قالت له اديني كمان واحدة، قال لها كلهم نفس الطعم. بخيل شارك في مسابقة، سألوه أكمل ما يلي إكرام الضيف، قال لهم دفنه. اتصلوا على واحد محشش قالوا له أبوك مات، قال لهم لا أبويا راجل ما يعملهاش. سأل واحد إيه المشاعر المختلطة؟ قال لهم ببساطة شخص تكرهه بشدة يقع من الدور العاشر على عربيتك الجديدة وانت مش عارف تعيط ولا تضحك. واحد بخيل قال لصاحبه انا عايز اتجوز، قال له هات 100,000 وانا اجوزك، قال له يا عم ده كتير، قال له احنا هنشوف لك واحدة حلوة ولو فاضل حاجة من فلوسك هنرجعها لك. المهم يوم الفرح دخل على مراته وشافها ما شاء الله لقاها تخينة، قال له الله يخرب بيتك يا عوض جاب ال100 كلها. محشش بيصلي اتصل بيه صاحبه وقال له انت فين؟ قال له في الركعة التانية. واحد غبي جاله سؤال في امتحان التاريخ اذكر احداث غزوة احد، كتب والله ما شفت حاجة من كتر الغبار. واحد غبي شاف ايدين جدته عليهم حنة، قال الله يكون في عينه دي بدأت تصدي. واحد مجنون بيسأل الدكتور قال له ليه لحد دلوقتي ما جاليش عيال؟ الدكتور قال له يمكن العيب فيك او في المدام، قال له لا اكيد مني لان لحد دلوقتي ما اتجوزتش. حكمة اهبل ما اجتمعت امرأتان لتتحدثان الا سكت الشيطان ليستفيد من خبرتهما. طفل بيسأل امه نفترض انك ما اتجوزتيش ابويا ولا ولدتيني وشفتيني عند ناس هتعرفيني؟ الطفل ده رضع مخدرات ملناش دعوه بيه.
محشش بيسمع اغنية حسين الجسمي، الاغنية كانت بتقطع كل شوية. المحشش وقف المسجل وقال له حسين لو انت مش حافظ الاغنية اسكت احسن. طباخ عمل فيديو كريب. بنت اسمها نور غسلت وشها اتكهربت. مرة واحدة اسمها نسرين عملت حادثة كل نسر طرف ناحية. واحد منوفي جاله ضيف وقت الغداء، فالمنوفي قال له انت متغدي؟ الضيف قال له لا والله. المنوفي رد وقال له يا خساره لو متغدي كنت عملت لك شاي. سأل واحد بخيل طحن تعمل ايه لو الدنيا برد؟ قال له اروح جنب الدفاية. قالوا له لو الدنيا بردت اكتر؟ قال له اقرب من الدفاية اكتر. قالوا طب لو بردت اكتر؟ قال الزق في الدفاية. قالوا له طب ولو نزل تلج؟ قال اشغل الدفاية بقى وامري لله. بنت اسمها زينة راحت حفلة علقوها. حمار اتجوز بطاطساي خلفوا بطاطس محمرة. مرة طباخ عمل فيديو كريب. بنت اسمها نور غسلت وشها اتكهربت. واحد بيقول لخطيبته لما ازمر لك انزلي، قالت له هو انت اشتريت سيارة؟ قال لا لا اشتريت زمارة. مرة واحد اشترى لمبة مسمار دقها في الحيطة. واحد بلدياتنا اشترى راديو حط فيه حجرين المذيع اتسطل. واحد غبي اول ما سمع اذان العصر راح فاطر على طول. الناس قالوا له يا حمار انت فطرت؟ قال لهم الاذان قدم. قالوا له بس ده اذان العصر. قال لهم سبحان الله نفس اذان المغرب بالظبط. عيل غبي بيسأل امه ماما ليه بتسمي اخويا الصغير عصفور؟ قالت له دايما الاطفال الصغار عصافير، انت بتسأل ليه؟ قال لا لاني طيرته من فوق السطح وما طارش. سألوا واحد اهبل ليه الدكاترة بيلبسوا كمامات لما يعملوا عمليات؟ قال عشان لو فشلت العملية محد يعرفه. واحد اهبل ساكن جنبه واحد اجنبي قال له جود مورنينج، راح ردد عليه مورنينج جود. سألته مراته انت قلت له نفس الجملة بس المقلوب ليه؟ قال لها انت هتفضلي غشيمة كده لحد امتى؟ هو قال لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام. موظف مصري بيسأل موظف امريكي انت مرتبك كام؟ قال له $700 اساسي و$800 بدل سفر و$400 بدل خطر و$600 بدل غربة. فسأله الامريكي وانت؟ قال له 600 جنيه. الامريكي قال له دول بدل ايه؟ قال له بدل مشحت. مرة أستاذ طلب من التلميذ يرسم له حيوان في الغابة. التلميذ عمل نقطة على السبورة وقال له ده فيل بس جاي من بعيد. واحد محشش وواحد مسطول واقفين مع بعض. المحشش قال له بالي مشغول مش عارف ليه. المسطول قال له شوف كده يمكن السماعة مرفوعة. واحدة بتقول لي جوزها انت ليه ما بتقوليش ربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك؟ قال لها طب وافرض ربنا استجاب. محشش في مطعم. المحشش دوق للشوربة. الجرسون خير فيها حاجة؟ المحشش دوقها بس. الجرسون لو هي باردة غيرها لك. المحشش لو سمحت دوقها. الجرسون لو سمحت انت لو ناقصها حاجة قول لي وانا غيرها لك. المحشش يا اخي رد عليا بس ودوقها. الجرسون طيب ماشي هدوقها بس فين المعلقة؟ المحشش ايوه فين المعلقة بقى يا حيوان؟ واحدة جالها واحد يخطبها، راحت لصاحبتها وقالت لها ايه رأيك جاي لي خطيب سكران اوافق عليه ولا لا؟ قالت لها وافق عليه قبل ما يفوق. واحد روح البيت لقى مراته بتعيط قال لها مالك؟ قالت له جارتنا شافتك امبارح وانت ماشي مع واحدة طويلة وحلوة قوي وماشي جنب النادي. قال لها ما تصدقهاش بنت الكلب دي احنا كنا ماشيين جنب المستشفى. واحد راح يستقبل ابن عمه في المطار. المهم هما راجعين من المطار بيسأله انت بقالك 10 سنين في امريكا كنت بتدرس ايه؟ رد عليه ابن عمه وقال له علم المنطق. فقال له يعني ايه علم المنطق؟ قال له صعب اللي درسته في 10 سنين اشرحه لك في ساعة بس انا هديلك مثال على المنطق. قال له ماشي. قال له انت عندكوا كلب في البيت؟ قال له ايوه عندنا كلب. قال له طالما عندكوا كلب يبقى عاملين له بيت في الحوش. رد عليه قال له صح عاملين له بيت. قال له ما دام عندكوا حوش اكيد انكم عايشين في فيلا. رد عليه صح يعني عايشين في فيلا. ما دام انكم عايشين في فيلا اكيد ابوك غني. رد عليه صح ابويا غني. قال له ما دام ابوك غني اكيد امك هتقعد في البيت يعني مش محتاجه تشتغل رقاصه عشان تجيب فلوس. رد عليه صح امي قاعده في البيت. قال له هو ده المنطق انك تبني شيء على شيء. من وجود الكلب في بيتكم استنتجنا ان امك مش رقاصه. رد عليه ياه هو ده المنطق. المهم صاحبنا راح عند اصحابه بالليل وحب يتفلسف عليهم وسالهم تعرفوا يعني ايه المنطق؟ رد واحد لا والله ما نعرفش حاجه. سال صاحبه انت عندك كلب في البيت؟ رد عليه صاحبه لا ما عندناش. قال له تبقى امك رقاصه.
اتنين مساطيل عايزين يسرقوا عمارة، فقالوا لبعض احنا ناخد العمارة بعيد ونسرقها براحتنا. قلعوا هدومهم وبدأوا يزقوا العمارة، فجي واحد من وراهم سرق الهدوم. واحد منهم بص وراهم ملقاش الهدوم، قال له كفاية بقى احنا شكلنا بعيدنا قوي. محشش راح يشتري علبة كليوباترا من الكشك. الراجل قال له فلوسك ناقصة، قال له طب هات نص كليوباترا. مرة واحدة متجوزة مدرس رياضيات بتقول له الغسيل 12، قال لها لا 13. محشش اتخانق مع مراته، قال لها شيل المكياج وتعالي لي راجل لراجل. واحد بيقول لصاحبه ايه احسن طريقة تنشر بها خبر؟ قال له تقول الخبر لواحدة ست وتقول لها انه سر. واحد محشش خبط على جيرانه في نص الليل، قال لهم عندكم طماطم؟ قالوا له اه، قال لهم وانا كمان عندي. غبي قرر يقول حكم، قال لا تعطيني بيضة ولكن علمني كيف ابيض. في واحد بخيل ما ينامش الا وراسه في الخزنة، ليه؟ عشان مركب اسنان دهب. واحدة حامل في 3 توائم، يوم الولادة الدكتور بيطلع العيل الأول لقاه نايم وساكت، قعد يضربه على وشه لحد لما صرخ، ركنه على جنب، وطلع الطفل التاني لقاه زي أخوه، قعد يضربه لما فاق وبعدين ركنه. جه الدكتور يدور على الطفل التالت مش لاقيه، راح ماشي وقال للممرضة كملي لأنهم 2 بس. الممرضة جت تكمل لقت الطفل التالت طلع براسه بالراحة وبيسألها هو الراجل اللي بيضرب العيال ماشي ولا لسه؟ واحدة بتشتكي جوزها لأمه، فبتقول لها كل ما اطبخ أكل لابنك ياخده يرمي لي الكلب. فحماتها قالت له ليه يا ابني كده، حرام عليك، إيه ذنب الكلب؟ اتنين بيعكسوا واحدة في الشارع، فبصت لهم كده وقالت للأولاني أنت عايز إيه؟ قال لها أصل أنا معجب بيك. قالت له أنا أبص للكلب ولا أبص لك؟ وراحت قالت للتاني أنت كمان عايز إيه؟ قال لها هو. واحد اشترى لوح طاقة شمسية وحطها على السطح، طلع أبوه السطح غطاه بكراتين من الشمس. بنت دلوعة بتحب واحد غبي، جابت له بغبغان هدية واتصلت عليه بالليل، قالت له ايه رأيك بالهدية؟ قال لها عادي، نفس طعم الفراخ. مرة نجار عجبه بوست راح مشانيره. مرة نقاش بنته تعبت صنفرها بره. محشش قالوا له هات عكس الجملة دي، الأطفال في الظلام يفعلون أخطاء. المحشش قال الأخطاء في الظلام تجيب أطفال. محشش طرد ابوه من البيت، راح لف لفتين وراجع خبط على الباب. ابوه قال له انت عايز ايه؟ المحشش قال له انا عايز اسالك سؤال. قال له اسال. قال له ده بيت ابويا ولا بيت ابوه؟ قال له بيت ابوه. قال له عديني بقى لما يبقى بيت ابوك ابقى اطردني. هل تعاني من ألم المفاصل أو تعاني من القولون أو حتى تعاني من ألم في عظامك أو دوخة في الرأس؟ هل تعاني من تساقط الشعر وسرحان مفاجئ وخمول في جميع أنحاء الجسم؟ الله يشفيك ويعافيك، والله ما باليد حيلة، أغلب الشعب كده مش أنت بس. بنت اشتكت لابوها ان اولاد الحاره بينادوها كيكه. ذهب الاب الى الاولاد وقال لو سمعت مره تانية حد منكم بيناديها كيكه راح يكون اخر يوم في عمره. في اليوم التاني ماشي الاب وبنته في الحاره والشباب قاعدين، فالاول قال ماء، التاني قال طحين، التالت قال كريمه، الرابع قال سمنه، الخامس قال بيض. الاب بص لهم وهو بيضحك وقال الراجل فيكم يخلطهم ببعض. واحد اهبل مراته ولدت بعد شهر من الجواز، الناس قالوا له ازاي؟ قال لهم يا نهار اسود على الحسد. واحد غبي مراته جابت توأم راح قتلها، فبيسألوه قتلتها ليه؟ قال لهم الاول ابني، التاني بقى ابن مين؟ جحش ودانه مقطوعة عمال يبص في المراية وبيقول دايما الحلو ناقص. نملة شافت عصير فراولة قالت ياه اخيرا شفت البحر الاحمر. واحد بيكره نفسه قوي وقع في حفرة قال احسن. مدرس بيسأل الطلبة بتوعه بتعملوا ايه لما بتروحوا؟ اول واحد قال انا بتفرج على التلفزيون وانزل لاحمد بتاع الحشيش. تاني واحد قال انا بلعب كورة واروح لاحمد بتاع الحشيش. التالت قال وانت كمان بتعمل ايه لما تروح؟ قال له انا بروح اصلي واقرا القرآن واذاكر شوية. فرح قوي وخده بالحضن، قال له انت اسمك ايه يا ابني؟ قال له انا احمد بتاع الحشيش. واحد بيقول لصاحبه انا زرت كل بلاد العالم. رد صاحبه انت على كده بقى عارف الجغرافيا كويس؟ قال له ايوه طبعا، ده انا قضيت فيها اسبوع بحاله. واحد كسب 1,000,000 جنيه فراح لمراته يفرحها، فمراته ماتت من الفرحة، فقال سبحان الله الخير لما بيجي مرة واحدة. صيني اتجوز صينية خلفوا طقم كاسات.
واحد ومراته متخانقين فبطلوا يكلموا بعض، فكتب ورقه صحيني الساعه 6:30 عشان عندي شغل، وحط الورقه على السرير ونام. صحى الصبح الساعه 10 فلقى ورقه مكتوب عليها الساعه 6:30 يلا اصحى. واحد كسلان دخل الامتحان وقع منه القلم قام سلم الورقه. مره واحد خلقه ده ادى لاخوه. محشش بيسمع اغنية حسين الجسمي، الاغنية كانت بتقطع كل شوية. المحشش وقف المسجل وقال له حسين لو انت مش حافظ الاغنية اسكت احسن. محشش رجع بيتهم شايل قطة، فتحت مراته الباب. المحشش قال ايه رايك بالبقرة؟ مراته قالت له يا غبي دي مش بقرة. قال لها اسكتي انا بكلم القطة. محشش مراته ولدت توأم، من الفرحة حلف على الدكتور ياخد واحد. مرة رقم 1 عزم كل الأرقام على حفلة ما عدا رقم 8 عشان كانوا متخانقين. قال لها انت ايه جابك؟ مش انا ما عزمتكيش؟ قالت له اخص عليك يا راجل انا صفر بس رابطة وسطي. ست عجوزة وقفت شوية مش عارفة تعدي الشارع من العربيات، فقلت اعديه. بعد ما عديتها قالت ربنا ياخدك يا ابني احسن من العيشة في الزمن ده. الحكمة بتقول اول ما تلاقي مراتك داخلة عليك بكوباية عصير اعرف ان الفاكهة اللي في التلاجة قربت تبوظ. منوفي وشرقاوي واسكندراني اتفقوا كل واحد يجيب من بيتهم حاجة ويتغدوا مع بعض. الشرقاوي جاب محشي، الاسكندراني جاب كفتة، المنوفي جاب معاه اخوه. مرة واحد مسطول مروح البيت وبقاله ساعة مش عارف يفتح الباب. مراته من البلكونة بتقول له ارمي لك المفتاح. قال لها لا المفتاح معايا ارمي لي خرم الباب. واحد مسطول دخل مطعم فطلب سندوتش فلافل من غير سلطه خضراء، فصاحب المطعم مسطول اكتر منه قال له مفيش سلطه خضراء اجيب لك من غير سلطه الطحينه. واحد ومراته قاعدين يحششوا مع بعض فالباب خبط، فالوليه قالت يا لهوي جوزي، قام جوزها نط من الشباك. واحد غبي اشترى موبايل سامسونج راح بعت رساله لخطيبته ما تتصليش على النوكيا علشان بعته. واحد قاعد في الدفنة سأل صاحبه انت عزيت؟ قال له لا انا عسمني. خبير انترنت خلف ولد سماه دوت كوم. ام حامل بتسأل ابنها الصغير ايه شعورك يا حبيبي وانت هيبقى لك اخ؟ رد عليه وقال لها نفس شعورك لو بابا عايز يتجوز عليك. محشش راكب حمار شاف بنت حلوة وعايز يعاكسها. قال لها اول مرة اشوف قمر يمشي على الارض. قالت له وانا اول مرة اشوف حمار دورين. محشش طلق مراته. قالوا له ليه؟ قال لهم بتعاملني زي الكلب. قالوا له يعني ما تحترمك؟ قال لهم لا بس عايزاني اكون وافي زيه. محشش بيقول لي محشش تقدر تمشي على دخان سيجارتي؟ رد عليه المحشش انت مجنون، افرض طفيت السيجاره وانا في النص. محشش اشترى حته حشيش وراح البيت وجربها بس ما عجبتهوش، من قوه الحشيش لبس ملابس اخته ورجع عند بياع الحشيش وقال له النوعيه اللي انت اديتها لي دي مش قويه. رد عليه البياع وقال له صدقني لو اديتك اقوى من كده هتجيلك الدوره. واحد محشش فتح التلاجة وبص للجيلي لقاه بيرتعش. قال له ما تخافش هاخد عصير. وانا ماشي بالعربيه شفت واحد بيجري قلت له اوصلك؟ قال لي لا والله مستعجل شعب بيتعاطى زيت عربيات. محشش مسكوه وخدوه للمحكمه. القاضي بيقول له دي تاني مره تيجي فيها ما انتش مكسوف من نفسك؟ المحشش قال له شوف نفسك انت كل يوم هنا. واحد ميكانيكي ابوه مات وهم شايلين جنازه ابوه، واحد قال له هو ابوك تقيل ليه كده؟ رد عليه قال له يمكن مات معشق. واحد غبي راح يشوف نتيجته لقى نفسه ساقط في كل المواد. رجع البيت وقال لامه انت قاعده تلعبي طول السنه وجايه تدعيلي في اخر يومين. محشش ابنه ضاع، مراته بتقول له روح دور على ابنك بقاله 5 ايام ضايع. قال لها ما توجعيش دماغي اسبقيني للاوضه نيجي نطلع بدل فائد. واحد شاف بنت في محل ملابس، خلصت البنت وعايزه تطلع من المحل، جه لحد عندها وسالها عن اسمها قالت له مروه. قال لها عشان خاطري ما تطلعيش من المحل انا اتصلت على امي عشان تيجي تشوفك. البنت اتكسفت ودارت وشها وقعدت تقلب في الفساتين، وبعدين الام جت ناداها قال لها يا مروه، فمروه جت وهي باصه في الارض كده مكسوف. قال لها ارفعي راسك يا مروه، رفعت راسها. وبعدين الشاب بيقول لامه بالله عليك ياما هي مش شبه خالي عبد القادر؟ صاحب عربية كشري عطلت منه العربية، نزل واداها دقة. 4 صعايدة بيلعبوا على الطريق السريع اللي العربية تخبطه مرتين يطلع بره اللعبة. مرة واحد راح السوبر ماركت قال له عندك جبنة؟ قال له لا وهو عنده جوه.
مرة اتنين مساطيل راكبين عربية، فواحد بيقول للتاني حاسب قدامك شجرة، فالتاني ما ردش عليه، فعلى صوته شوية قدامك شجرة، برضه ما ردش عليه، فقال له حاسب قدامك شجرة، طخ خبطه في الشجرة، فطلع من العربية وبيقول له مش قلت لك قدامك شجرة؟ فالتاني رد عليه وانا اعمل لك ايه، مش انت اللي سايق؟ محشش ركبه جن، راح للشيخ، الشيخ قال له علاجك عندي بس هات لي نملة عورة وديك يتيم. المحشش قال له مش عايز مصر مبسوط بالمرة؟ محشش بيسأل شيخ ازاي ابطل مخدرات، الشيخ قال له اشرب لبن، المحشش قال له اشمعنى لبن؟ الشيخ قال له عشان بيديك قوة ويخليك تحرك الجدار. المحشش قال له بس ايه رأيك بقى ان الحشيش اقوى من اللبن بتاعك، ده بيخلي الجدار يتحرك قدامي لوحده وانا حاطط رجل على رجل. فار عمال يجر في اسد ميت، لقى الحيوانات كلها بتسقف له، قال لهم انا لما بتعصب ما برحمش حد. سألوا الفار طموحك ايه في المستقبل؟ قال لهم ابقى ماوس كمبيوتر. جماعة صعايدة وجماعة فلاحين قاعدين بيحششوا، البوليس كبس، الفلاحين جريوا والصعايدة استخبوا في البوكس. مرة واحد مسطول قوي راجع بيتهم الساعة 2 بالليل، فاخته فتحت له الباب قام ضاربها بالقلم وقال لها كنت فين لحد دلوقتي؟ واحد عنده زهايمر راح يلعب رياضة، قعد يجري يجري يجري، لما تعب حط ايده على ركبته من التعب، بعد شوية رفع راسه وقال سمع الله لمن حمده. غبي اول مرة يدخل السينما ما شافش الفيلم، ليه؟ عشان قعد يسلم على الجمهور. واحد محشش حب يطور الهليكوبتر، قام فكك المروحة ومركب تكييف. واحد محشش ماسك فرخة وعمال يعذب فيها ويقول لها كل يوم بيض بيض، مفيش يوم كده تجيب لنا حتة جبنة. واحد غبي عايز يحط فلوسه في البنك، راح لقى البنك مقفول، حط الفلوس من تحت الباب. مرة واحد مخنوق من نفسه قوي وقع في حفرة، قال احسن. محشش خطيبته عمالة تمدحه وتنفخ فيه، انت بطل الابطال، انت شجاع وفارس الفرسان. المحشش اتحمس قوي وقام قايل انا اساسا كنت شهيد. محشش بيسأل محشش ليه العصفور لما بيجي يطير بيمسك رجليه؟ قال له خايف لا الصندل يقع. واحد بيقول لصاحبه انا مراتي من النوع النكدي، صاحبه قال له يا راجل هو في نوع تاني؟ واحدة بتسأل جوزها ايه الرسائل اللي بتجيلك دي؟ قال لها ابدا دي عروض من فودافون. قالت له فودافون هتقول لك مش هقدر اعيش من غيرك؟ قال لها ايوه ما انا هديتهم احول اتصالات. سألوا حكيم ما هو الزواج؟ قال لهم هي الحرب الوحيدة التي تنام فيها بجانب العدو. واحد منوفي عزم واحد صاحبه وجاب له طبقين فاضيين وازازه فاضيه، بيساله ايه ده؟ قال له اعتبر ده رز وده لحمه. قام صاحبنا المعزوم فضل عامل نفسه كانه بياكل، قام خلص وقال له الحمد لله. وبعدين سال المنوفي على الازازه ايه دي؟ قال له اعتبرها خمره. قام صاحبنا جه رافعها على بقه واشتغل بك 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 ونزلها وبص على صاحبنا وراح ضربه بالقلم على وشه. قال له ليه كده؟ قال له اعتبرني سكران. محشش قال لصاحبه تصدق انت شبه مراتي بس لو مش بشنب. صاحبه قال له بس انا ما عنديش شنب. قال له عارف بس هي عندها. محشش في حصة العلوم طلع له المدرس مجسم هيكل عظمي. المدرس قال له ايه ده؟ المحشش قال له انسان يابس، بيقولوا ان الهيكل طلع من الفصل يضحك. محشش شغل التلفزيون لقى المغنية وردة بتقول بتونس بيك. قال المحشش في جهنم ان شاء الله. ردت وردة وانت معايا. المحشش قال بنت الكلب سمعتني. جحا فتح محل فراخ في مصر، جاله مفتش التموين وسأله انت بتأكل الفراخ دي ايه يا جحا؟ قال له باكلهم رز. قال له المفتش ده انت مصيبتك سودا، هو حد لاقي الرز؟ غرامة 100 جنيه. تاني يوم رجع له بتأكل الفراخ ايه يا جحا؟ قال له باكلهم قمح. قال له ده انت مصيبتك سودا، هو حد لاقي القمح؟ غرامة 100 جنيه. تالت يوم بتأكل الفراخ ايه يا جحا؟ قال له ذرة. المفتش قال له مصيبتك سود، هو حد لاقي الذرة؟ غرامة 100 جنيه. رابع يوم بتأكل فراخ ايه يا جحا؟ قال له بدي كل فرخ جنيه وهي تاكل اللي عايزاه. واحد راح يعز واحد صاحبه وقال له شدة وتزول وهونها تهون وكبرها تكبر وصغرها تصغر. صاحبه رد عليه وقال له مع انه مش وقت فوازير بس البالونة. واحد محشش قاعد زهقان جاب ورقة فاضية وشخبط فيها وقام رايح الصيدلية، فالصيدلي محشش هو كمان، فبص في الورقة وقال له الدواء ده ناقص من السوق، اجيب لك البديل بتاعه؟ طالب محشش في الامتحان جاله سؤال
ما هو الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ فأجاب السمك. واحد محشش راح للدكتور، فالدكتور بيسأله انت عندك ايه؟ المحشش قال له عندي عيلين وخروف. واحد غبي قاعد يحمد ربنا انه مش صيني، صاحبه قال له ليه كده؟ قال له انت غبي، انا ما اعرفش ولا كلمة صيني. ديك سكران فتح بيضة لقاها فاضية، جمع الفراخ كلها في الحوش وقال لهم مين بنت الكلب اللي بتاخد حبوب منع الحمل؟ واحد اتجوز بنت دلوعة، راح يقرب منها قالت توف. الراجل شك في نفسه وراح غسل سنانه بسرعة ورجع. قالت توف، وراح غسل وشه وحط برفان ورجع. قالت توف، راح استحمى ورجع. قالت توف، قال لها تف عليك وعلى ام اللي جابتك، انت عايزه ايه؟ قالت له تف اللمبه. عريس دخل على عروسته وحط ايده على جبهتها، وبعدين سكت ويفكر ويفكر ويحاول يفتكر الدعاء، يدور من هنا ومن هنا مش لاقيه خالص. اخر حاجه راح قايل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بيقول لك العروسه ما قدرتش تمسك نفسها من كتر الضحك. واحد محشش ركب طياره، خبط على كتف المضيفه وقال لها الحمام فين؟ قالت له الناحيه التانيه. راح على الكتف التاني وسالها الحمام فين؟ محشش ماسك حته تلج وبيقول اموت واعرف منين بتنقط. محشش سالوه ايه رايك في الزواج المبكر؟ قال لهم مبكر يعني اي ساعه. واحد اهبل دسيته عربيه وهربت، سالوه الناس ما حاولتش تاخد نمره العربيه؟ رد عليهم والله حاولت بس اللاقين مثبتها بمسامير. دكتور دخل قسم في مستشفى المجانين، شاف واحد بيضرب راسه في الحيطه، سأل الممرضة ايه قصته؟ قالت له كان بيحب واحدة وما اتجوزهاش. دخل قسم تاني شاف واحد يضرب راسه بالجزمة، سأل الممرضة وايه قصته؟ قالت له هو ده اللي اتجوزها. 3 اخوات محششين راكبين قطر، واحد طلع راسه من الشباك جه قطر في الاتجاه المعاكس طيرها، التاني طلع ايده جه قطر وطيرها، قعد يصرخ ويصوت. التالت قال له اخوك راسه طارت ما سمعناش صوته وانت اللي ايدك طارت عامل دوشه. واحد غبي بيسأل شيخ في رمضان، بيقول له هي الشطافة بتفطر في رمضان يا شيخ؟ الشيخ قال له لا يا ابني طبعا. الغبي قال له اصل شربت منها النهارده. مرة واحد كان بيحب واحدة على النت وعمرهم ما شافوا بعض، ولما قرروا يتقابلوا قالت له هنعرف بعض ازاي؟ قال لها هتلاقيني قاعد في المطعم وبشرب عصير جوافة. فراح وطلب جوافة ما لقاش، قال له خلاص هات مانجا. شوية وهي وصلت ولقاها وحشة قوي، وهي قعدت تبص يمين وشمال ما لقتش غيره. راحت قالت له هو انت اللي كنت بتكلمني على النت؟ قال لها يعني بذمتك دي جوافة؟ نصيحة من محشش، مش اي حد يخبط على قلبك تفتح له، علشان في عيال بتخبط وتجري. واحد بيصوت في جنازة مراته، سألوه انت كنت بتحبها قوي كده؟ قال لهم لا بس اسمع ان الصوت بيعذب الميت. محشش صلى باصحابه ولما خلص صلاة مدحوه، قالوا له انت المفروض تصير امام مسجد. قال لهم ايه رايكم؟ ده انا كمان مش متوضي. واحد محشش ضرب 2 بالعربية، واحد مات والتاني عمال يتوجع. المحشش قال له اه من الدلع، صاحبك مات وما قالش حاجة. مرة 2 مساطيل قاعدين، فالأول بيقول للتاني هو النهاردة السبت ولا الحد؟ قام التاني قال له الاتنين. قام الأول قال له هما جايين مع بعض ازاي؟ واحد محشش اتصل على مصر للطيران بيسأله الرحلة من القاهرة للندن هتاخد قد ايه؟ فرد عليه الاستعلامات وقال له ثانية واحدة. المحشش قال له طيب شكرا. واحد محشش بص في الساعة لقاه واحدة، فراح قال لها وبقول لك ايه تتجوزيني؟ مرة واحد مسطول شاف قطة اخدها البيت لمراته وقال لها شايفة القرد؟ قالت له ده قطة يا منيل. قال لها انا بكلم القطة، حد كلمك؟ مرة واحد اسمه امير عطس راح لازق في الحيطة، بنت اسمها زينة راحت حفلة علقوها. حمار اتجوز بطاطساي خلفوا بطاطس محمرة. بيقولوا الواحد حشري قوي، هنديك $500,000 جنيه وبطل تحشر نفسك في اللي مالكش فيه. قال لهم موافق بس النص التاني مين اللي هياخده؟ مرة واحد باشا الزمن دار عليه وبقى فقير، حب اشتغل بتاع فجل وجرجير. وقف في السوق وهو لابس الطربوش وبيقول فجل يا حوش جرجير يا كلاب. رئيس دولة صغيرة راح زيارة للصين، رئيس الصين بيقول له احنا عددنا 900 مليون نسمة، انتوا عددكم كام؟ رد رئيس الدولة احنا عندنا 30,000. راح رئيس الصين قال له يا راجل طب ما جبتهمش معاك ليه؟
ست عجوزة خيروها بين الحج والجواز، وطت راسها مكسوفة وقالت هي مكة هتطير. مرة واحد محشش لما قبض مرتبه وراح البيت قعد يقسم المرتب 100 ايجار 100 مصروف بيت 200 حشيش، وفجأة وهو قاعد سمع خبط على الباب، فقال مين؟ رد عليه اللي بره قال له بوليس، فراح مقطع ال 200 جنيه بتاعت الحشيش. واحد راح قال لامه انا عايز اتجوز، قالت له عايز مواصفات العروسه ايه يا حبيبي؟ قال لها عايزها طويله وبيضه وبتشتغل. راحت تاني يوم جابت له ثلاجه. واحد بيسأل ابوه هو الحب اعمى؟ قال له شوف امك